احنا بصنبا بنعاني من حاجات كتير جدا. اول حاجه انتشار المخدرات، لان صنبا مع الاسف الشديد انها قريه من اكبر قرى العيون ما فيهاش ضابط للنقطه. كان عندنا النقيب حسن عمار ربنا يوفقه، كان قاضي على موضوع المخدرات نهائي. مع الاسف الشديد اصبحت المخدرات، اصبح الصنبا عاصمه للمخدرات في بيروت. الحاجه الثانيه، طبعا انتم ملاحظين الفتره اللي فاتت دي ارتفاع الاسعار، فاحنا مطلوب لينا او لاهل بلدنا وفي القرى كلها مجمع لبيع المواد الغذائيه اللي هي تابع للقوات المسلحه. اخويا اتكلم على موضوع الاناره، برضه بنعاني من موضوع الاناره. صعبوا برضه برغم عدد السكان اللي فوق 60,000 او 70,000 ما فيهاش طبيب للوحده الصحيه. مش معقوله واحد يموت عندي الساعه 12 بالليل يروح مع احترامي الشديد لاهلي في المناشي يقول له روح طلع او اختم من المناشي. مش معقول يعني الانسان برضه الاجتماع اللي فات قلنا على موضوع طبيب للوحده الصحيه، كل ما واحد يموت ياخد له عربيه ب 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان يروح يطلع شهاده صحيه من المناشي. طبعا ده حاجه مش صح يعني. بالنسبه للاخوه اللي واخدين حياه كريمه في صنبا، الجماعه اللي شغالين في الصرف الصحي والمياه يبحثوا الارض، وبعد ما يبحثوا الارض يسيبوها ويتوكلوا على الله، يقول لك كل واحد يرزق قدام بيته. طبعا صنبا اصبحت كلها مجاري واصبحت كلها نجر وحفر. الحاجه الثالثه برضه مراقبه الاسعار، مع احترامي لاخواني وزملائي مفتشين التموين بيقوموا بواجبهم، بس هي العمليه مش متوقفه على التموين بس، برضه متوقفه على المواطن. المواطن برضه لازم يساعد الجهات الرقابيه في انها تقضي على التموين. مجرد التموين ما ينزل صنبا 10,000 واحد يتكلم قالوا التموين نزل كله يقفل، يبقى الرقابه كده الناس بتتكلم تقول التموين ما بيعملش. لا، التموين اما يعمل انا مش بدافع عن زمايلي، لكن احنا المواطنين اما نساعد الناس اللي هتكفل في فتره الرقابه. مركز شباب صنبا عندنا في صنبا انتهى، يعني خلصت حياه كريمه، خلصت كل حاجه. ادينا 14 شهر شباب صنبا ما عندهمش ملجأ ولا مكان يزوروا فيهم الانشطه الرياضيه، ومع الاسف الشديد المركز مقفول اديله شهريا وخاطر. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.